السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا النهارده بقى هنعمل المنين او القراقيش عجوة وسادة، تحفة جدا. نشوف بقى الطريقة. معايا معلقة كبيرة من اليانسون هطحنها. تمام، انا اخدت الباكت فضيته، اخدت معلقة كبيرة. وعندي شمر اخدت نص معلقة صغيرة. معاكي لغاية معلقة كبيرة من الشمر برضو تطحنيها برضو زي اليانسون. بصفيهم عشان خاطر ناخد الناعم بس. تمام. و3 معالق من السكر برضو، وكل ده حطيته على كيلو دقيق. تمام. معايا باكت ونص من الخميرة، يعني حوالي معلقة ونص كبار، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، و3 معالق كبار من النشا. تمام. و4 معالق من السمسم المحمص، 4 معالق كبار. هنزل بقى بعد كده بالسمنة، دول حوالي 2 كوباية ونص، حوالي نص كيلو. طبعا سمنة على زيت، يعني منهم كوباية زيت. تمام. وهقلب كده وهبسهم كأني ببس الكحك لغاية اما الدقيق يشرب من السمنة كويس قوي. تمام. بقى كده بالشكل ده. هنزل بقى بعد كده، عندي لبن رايب، عندي اللي هو القاطع، عندي مية دافية، عندي لبن حليب. بنزل بقى بالتدريج، هما حوالي كوباية ونص لغاية كوبايتين. بتنزلي بالتدريج لغاية ما توصل معاكي طبعا للقوام اللي انت هتشوفيه معايا. انا اخدت مني كوبايتين الا ربع. تمام. فبتنزلي بالتدريج لغاية ما توصلي للقوام الناعم اللي ما يشققش معاكي. تمام. هتشوفي شكله دلوقتي معايا ناعم ازاي وطيع معايا وسهل. وبصوا مفيش اي تشققات. بغطيها وبسيبها ترتاح كده، مش بخليها تخمر. يعني بشتغل فيها بعد كده، بعد نص ساعة مثلا راحة بشتغل فيها، او ممكن تشتغلي على طول. وببدأ ان انا اخد القطعة واعملها كده اسطواني، واحاول ان انا اساوي الاطراف وجوانبها كويس، ويكون السمك مش تخين قوي، يعني حوالي نص سنتي. انا مش بعرف قوي في المقاس، بس عموما انتوا شايفين اكيد الحجم قد ايه، وهوريهولكم عن قرب. تمام. بعمل بقى التقطيعة على حسب بقى انا عاوزة الحجم قد ايه. تمام. زي ما انتم شايفين كده السمك عامل ازاي والطول عامل ازاي. بعمل برضو واحدة تانية بنفس الطريقة. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب، وصفة هدير سعد. بساوي الجوانب، وطبعا بالسكينة او بالقطاعة بتاعة البيتزا بظبط الجوانب كويس، بخليها كلها متساوية طبعا عشان بيفرق معانا في التقطيع، بيبقى التقطيع شكله احسن. تمام. بعد التقطيع انا بسيبه بقى يخمر، عشان خاطر هو طبعا ما اختمرش، هو لازم يخمر يا جماعة عشان يديكي هشاشة حلوة جدا ويكون مفرغ من جوه. تمام. نحاول على قد ما نقدر ان التقطيع يكون قد بعضه عشان يبقى السوا واحد. تمام. ولو عايزة اعمله بالعجوة، انا عندي البلح اخدته وفصصته وحطيت معاه سمنة بلدي وسمسم ورشة من القرفة، وعلى النار كده، وقعدت اقلب فيه لغاية اما داب معايا خالص. ممكن احتاج معلقة او 2 من المية عشان يدوب معايا ويبقى سهل. انا استخدمت المعلقة عشان كان لسه دافي شوية، بس طبعا لو بارد بقى هيبقى احسن يعني معاكي. انا ما كانش سخن، بس كان دافي الى حد ما، فكان سهل معايا ان انا اعمله كده بالمعلقة. طبعا عملته كده بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. حطيته قبل في النص وفي الاطراف، ما وصلتوش للطرف يعني. تمام. عشان نعرف نقفل كويس. بساوي كويس، وبعد كده ببدأ ان انا اقطع بقى ايه الحجم طبعا زي ما احنا قلنا. نحط السادة لوحده بالعجوة لوحده عشان ده بيختلف في السوا. هنا بقى بعد ما يعني بردت شوية عملتها كده زي ما انتم شايفين، وحطيتها في العجين وبططت كده عشان خاطر ناخد الشكل بتاعنا اللي احنا عاوزينه. طبعا نحاول برضو ان الحجم كله يبقى قد بعضه عشان زي ما قلنا السوا يبقى مظبوط. جميل جدا مع كوباية الشاي بلبن بقى الصبح وكده، او مع الولاد يفطروا بيه قبل ما ينزلوا. حاجة سريعة وبسيطة. طبعا انتي بتبقي صاحية من النوم مبتبقيش قادرة تعملي اي حاجة، فيبقى سهل بقى ان هما ياكلوا اي حاجة قبل ما تنزلي، قبل ما ينزلوا من القراقيش دي.
تمام. اعمليها بقى في البيت احسن بكتير جدا. طبعا بتكون اختمرت. بحطها بقى في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 رف اوسط لغاية اما تستوي بالشكل ده، بتاخد حوالي تلت ساعة. تمام. العجوة لازم تكون طرية لما نيجي نحطها في العجين يا جماعة عشان ما تنشفش مننا. دي حبيت اقولها لكم عشان ما نسيت اقول لكم. ولما تيجي تعملي في الشتاء، طبعا في الشتاء احنا دلوقتي لسه الجو كويس، لو في الشتاء يبقى لازم تدفئي تحطيها في مكان دافي، حتى لو كانت الفرن مفتوحة من قبل كده وقفلتيها تدخليها تاخد من حرارة الفرن عشان تختمر معاكي بسرعة. طبعا جميلة ما شاء الله، تحفة وهشة ومقرمشة يعني. وعشان تحتفظ بالقرمشة بتاعتها ما تطراش بعد كده، لازم تغطيها يعني تحطيها في علبة وتغطيها. انا حطيتها في العلبة دي بس قفلتها بالستريتش وفضلت لغاية اخر واحدة وهي مقرمشة ما شاء الله. جميل جدا، جربوها وهتعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد، ويا ريت بقى على الفيسبوك تعملوا لي شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. تمام. بصوا بقى الجمال بقى، ما شاء الله جميلة جدا وسهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبك وانا متأكدة انها هتعجبك. نسيت كمان اقول لكم ان مع الدقيق انا حطيت رشة من الملح نسيت اقول لكم. جربيها وان شاء الله هتعجبك، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الباتيه وان شاء الله وصفة سهلة وبسيطة و100% ان شاء الله ناجحة معاكي. اول حاجة انا معايا كيلو من الدقيق، دقيق الفاخر او دقيق مخبوزات، بكون نخلاه كويس وبنزل بكيس من الخميرة او معلقة كبيرة من الخميرة، وطبعا معلقة كبيرة من السكر. هقلبهم مع بعض الاول، وبعد كده هحط نص معلقة صغيرة من الملح وبيضتين وصفار بيضة. وطبعا طالما حطينا بيض يبقى لازم نحط معلقة من الخل ونحط فانيليا. طبعا حطي فانيليا سايلة او بودرة براحتك. حطيت نص كوباية من الزيت وهقلبهم مع بعض، وهنزل بالسوائل لازم تكون دافية. انا حطيت كوباية من اللبن وكوباية من المية، والكوباية التالتة دي انا نزلت بالتدريج لغاية اما العجينة اتلمت معايا خالص وبقت كويسة. طبعا مدة العجن لازم تبقى 10 دقايق او اكتر لغاية ما تبقى ناعمة معاكي، وفي نفس الوقت فيها تلزيق بسيط جدا، لازم تكون بتلزق. تمام، يعني اعجني بقى لغاية اما تتلم معاكي خالص. واهم حاجة المية ما تنزليش كلها مرة واحدة عشان بتفرق من دقيق لدقيق. بدهن البولة بالزيت وبغطيها كده وادهنها كويس بالزيت عشان ما تعملش قشرة، واقفلها واحطها في مكان دافي تخمر. وبعد ما تختمر بطلع منها الهواء كده، وببدأ بقى ان انا اعملها كور. تمام. يلا بقى اعملي لايك للفيديو لو عجبك ان شاء الله، وكملي معايا للاخر. هعملها بقى رول عشان خاطر تبقى سهلة معايا في ان انا اكورها كويس وتبقى كلها حجم واحد في التقطيع وكده. لازم تبقى كلها في سوا واحد عشان الكور تبقى متساوية يعني. تمام. هعملها كور زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم يبقى عدد زوجي، يعني ممكن 10 ممكن 8 ممكن 12. كوري زي ما تحبي، يعني اعملي كور زي ما تحبي. واهم حاجة زي ما قلتلك تكون متساوية. برش رشة من الدقيق عشان بتلزق، عشان ما تلزقش معايا في الطبق. وبرص الكور كده. انا عملتهم 8 بحيث ان يبقى كل 4 مع بعض. هغطيها واسيبها ترتاح شوية، وبعد ما ترتاح بترتاح 10 دقايق يعني. انا بريحها 10 دقايق بس. تمام. هدهن بقى، هرش قصدي رشة من الدقيق، وهحط العجين وافرده بقى كده. الفرد بيبقى زي فرد كأني بفرد فطير عادي، بس ما بتبقاش رقيقة قوي زي الفطير، يعني احنا مش عايزين نورقها زي الفطير وكده يعني. احنا هنحط طبعا دي كل ما الاقيها بتلزق معايا، وهفردها لغاية ما احس ان خلاص لو انا فردت اكتر من كده هتتقطع معايا. يعني سمك بسيط جدا، يعني حوالي نص سنتي مثلا. تمام. والفرد ممكن عادي كشكل يعني مستطيل او دايرة او شكل عشوائي، مش هتفرق كتير. احنا اهم حاجة ان لما اجي افرد كله يبقى زي بعض، واحط طبقات زي بعضها فوق بعض يعني. كل ما افرد طبقة واخلصها احط زبدة واركنها على جنب لغاية ما اعمل الطبقة التانية بعدها.
ما بين كل طبقة وطبقة بحط زبدة. انا جربت الزيت مع الزبدة بس كان مش مديني نفس النتيجة، كان بيزفلط معايا ومش بيمسك طبعا. احنا لازم تكون ماسكة عشان خاطر لسه هنفردها تاني. تمام. دي الطبقة الأخيرة، رابع طبقة. أنا عملت في كل واحدة 4. تمام. بفرد بقى بحيث ان تبقى شكلها قريب من من الفرد اللي انا فردته قبل كده، عشان تبقى متساوية يعني لما احطها فوقيها يعني. تمام. يلا بقى، لو لسه ما اشتركتيش في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد، اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. ولو على الفيسبوك يا ريت بقى تعملي لي لايك وتعليق حلو وقولي لي رأيك في الوصفة النهاردة. بسيبها بقى ترتاح شوية بعد ما خلصت الطبقات كلها، وبرجع بعد كده ارش رشة من الدقيق وارجع افردها تاني. يعني رشة دقيق من تحت ومن فوق. بعد ما بترتاح بفردها تاني كده لغاية ما احس برضو ان انا لو فردت اكتر هتتقطع معايا. تمام. بس وهو ده اللي بيساعد على التوريق على فكرة، ان انتي بتعملي طبقات رفيعة شوية، يعني سمكها قليل شوية، وفي نفس الوقت برضو الزبدة هي برضو اللي بتساعد في التوريق. تمام. كده انا خلصت فرد. هدهنها برضو بالزبدة من فوق زي ما انت شايفة كده، وبعد كده ابدأ ان انا اطبقها. بعد ما بطبقها انا ببدأ ان انا اقطعها قطع على حسب انا عاوزة الحجم قد ايه. انا هعمل الحجم اللي هو الكبير، اللي هو فرد يخلصها خلاص، هو كده شبع الحمد لله. فانا عملتها حجم كبير. لو عايزة بقى ان انت تعمليها حجم اصغر، يبقى بعد ما لما تيجي بقى تقطعي قطع يعني تبقى صغيرة، بحيث لما تيجي تفرديها تبقى ميني باتيه. تمام. برضو بعد ما بطبق بحط برضو دهنة من الزبدة، وارجع احط الطبقة الاخيرة زي ما انتم شايفين كده. وكده يبقى احنا ايه، خلصنا تطبيق القطعة اللي معانا. تمام. لو عايزة الميني باتيه زي ما قلتلك بتعملي اصغر، انا قطعت قطع كبيرة. تمام. بس ودي برضو التانية اللي انا فردتها برضو قطعتها كده، الكمية كلها معايا. بسيبها ترتاح برضو ربع ساعة كده، وبرجع اشتغل فيها تاني. باخد بقى اول واحدة انا يعتبر قطعتها زي ما انتم شايفين، جميلة جدا ومورقة ومنتفخة كده وفيها هوا ما شاء الله، جميلة. بفرد بقى قطعة قطعة زي ما انت شايفة كده، بفردها تاني. ومكان الفرد يعني بقلب الناحية التانية عشان احط الحشو. يعني هنا المكان اللي بفرد فيه، لا انا باخد اللي من تحت بقى اهو كده واحط الحشو. احشي بقى زي ما انتي عاوزة بقى. انا عملت نوتيلا وعملت جبن، ممكن قطع شوكولاتة، ممكن سوسيس، اللي انتي عاوزاه. بفرد برضو، انا هوريكي تاني انا بفردها تاني زي ما انت شايفة كده، وعلى قد ما اقدر بخليها سمكها رفيع شوية. ولما تلزق معايا احط دقيق، بخلي السمك رفيع على قد ما اقدر، بس احاول انها ما تتقطعش. وبقلبها الناحية التانية اللي كانت من تحت، وبحط الحشو فيها واقفل كويس وبحطها. بخلي طبعا المكان التقفيل من تحت، مش بخليه فوق عشان ما تفتحش معايا. بسيبه بقى طبعا كل ما بخلص قطعة بكون مغطياه عشان ما يعملش قشرة. وبسيبه يرتاح برضو 10 دقايق، وبدهنه بلبن ونسكافيه. ممكن تدهني ببيض وفانيليا، يعني صفار بيضة وفانيليا زي ما تحبي. وقطعته كده، عملت له شرطتين كده بالسكينة، مش بوصل للآخر طبعا. وبدخله فرن سخن طبعا على درجة حرارة 220، رف أوسط. بيقعد معايا حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة على حسب طبعا الفرن بتاعك حرارته عاملة ازاي والسوا بتاعه عامل ازاي. طبعا انتي بتراقبيها يعني. أول ما بتاخد لون كويس كده من تحت زي ما انتي شايفة، يبقى كده هي بقت كويسة جدا. أهم حاجة الفرن يكون سخن كويس قوي. وما شاء الله جميلة جدا. بصوا بقى بعد ما طلع وهدي شوية عرفت امسكه. قطعت لكم واحدة وكانت بالشكل ده. طبعا التوريقة مش باينة قوي عشان لسه سخن، بس كل ما هيهدى هيبان التوريق. ان شاء الله يا رب تكون الوصفة عجبتكم النهاردة،
واكون طبعا قلت لكم كل التفاصيل وكل الحاجات اللي تخليها تنجح معاكي. تمام. ودي بقى الكمية بتاعت الشوكولاتة. بصوا التوريقة اصلا باينة من بره لو انتوا شايفينها كويس، جميلة جدا. وده بقى اللي بالجبنة. انا عملت الحشوات اللي هي جبنة براميلي ورومي ومثلثات. انتي بقى براحتك جدا، اعملي بقى اي حشوة انتي بتحبيها. لو عايزة تخليه سادة خالص براحتك جدا برضو، مش هيقولك لا يعني. بس اي حشوة بقى يعني احشي زي ما انتي عاوزة يعني. تمام. في التقفيل طبعا بقفل من الجنبين، وبعد كده بعمل الرول عادي في تقفيلة الباتيه بعد ما بحط الحشو، عشان ممكن اكون نسيت اقول لكم. بقلبها الاتجاه التاني وبحط الحشو وبقفل عادي جدا من الجنبين عشان الحشو ما يخرجش بره، وبعمل الرول بتاعي. دي بالجبنة. بصوا التوريقة جميلة ازاي، جميلة جدا ما شاء الله. طبعا هو لسه سخن زي ما قلت لكم، فلسه التوريقة مش باينة قوي، بس هتظهر معايا برضو في مقطع تاني. بصي دي بقى جميلة جدا ما شاء الله. الوصفة سهلة وبسيطة ومكوناتها كمان سهلة، واحسن برضو من الافران. برضو ما تعرفيش هما بيستخدموا زبدة ايه، وما تعرفيش انتي هتعجني بلبن، هما اكيد بمية. طبعا بتحطي الحشو بقى اللي بتحبيه. طبعا الجبن طبعا انتي ضمناها، الشوكولاتة ضمناها، ايدك نظيفة وحاجتك نظيفة. بجد المخبوزات في البيت حلوة جدا وخير في البيت. وان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مخبوزات حلوة جدا وهتعجبكم قوي. انا عندي كيلو من الدقيق المخبوزات، نخلته ورشيت عليه رشة من الملح، وكيس من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر، واتنين معلقة من الزبادي تكون بدرجة حرارة الغرفة، وبيضاية بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقة من الخل، ونص كوباية من الزيت او حوالي 3/4، يعني قبل ال3/4 كده شوية. تمام. هقلبهم كويس، وبعد كده ايه يعني هنزل باللبن الدافي، او ممكن مية دافية زي ما تحبي تعجني. انا حطيت لبن ومية. هقلبهم كويس وهعجنهم لمدة 10 دقايق لغاية ما اوصل للقوام الناعم ومطاطي، وتكون بتلزق شوية كده في الايد، يعني حاجة بسيطة جدا يعني بتطلع من الايد كويس بس بتلزق شوية. هطلعها كده من البولة وهدهن البولة زيت وادهن وشها كمان بالزيت عشان خاطر ما تلزقش في الاسترتش ووشها ما يشققش معايا. واسيبها تخمر واغطيها يعني واسيبها تخمر. ولما تخمر ان شاء الله نبدأ ان احنا بقى ايه. اول حاجة نشيل بقى الهواء الحلو ده. بحب جدا العجين جدا وبحبه في البيت قوي. اعملي على طول حاجات زي كده في البيت، بجد بتسعد الولاد قوي وبيحبوها، وكفاية ريحة البيت كله خير. هنكور بقى كور صغيرة، بس ياريت يكون حجم واحد على قد ما تقدري عشان يبقى السوا واحد معاكي. هخلص تكوير وهبدأ ان انا اعمل الحشوات بتاعتي بقى. ممكن احشي بقى نوتيلا، ممكن احشي شوكولاتة، الشوكولاتة اللي هي الخام بتاعة المطبخ يعني، شوكولاتة الطبخ. وممكن قرفة وكاكاو مع سكر تبقى حلوة. ممكن عجوة. جبن بقى براحتك، سوسيس او بسطرمة. بصي يعني اللي انت عاوزاه وبتفضليه. بعد ما بخلص بدهن الوش باللبن وبحط رشة من السمسم او حبة البركة زي ما تحبي. يبقى ده الصاج بتاعنا بقى اللي احنا عملناه بالشوكولاتة. انا عملت كمان جناش شوكولاتة وندمت اني عملته لانه خرج من يعني الحشو خرج، فما تعمليش زيه. عندي بقى الحشوة التانية عبارة عن ميكس جبن وجبنة فيتا بالزعتر والزيتون. بقطع الزيتون واحط عليها زعتر واقلبهم مع بعض، وحشيتها وحطيتهم في الفرن سخن من قبل كده، يعني انا مسخناه من قبل كده درجة حرارة 200 او 220 على حسب الفرن بتاعك ايه. رف اوسط. ما بتاخدش وقت، حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، وكده كده انتي هتراقبيها. ولو انتي عاوزة اللون اكتر من كده بتفتحي عليها الشواية تسيبيها براحتها. يعني انا عن نفسي اللون ده مرضي جدا بالنسبة لي وبحبه جدا. بصوا بعد ما برد بقى يعني هديت شوية.
الجبنة جميلة تحفة بجد. دي بالزعتر والزيتون جبنة فيتا، ودي اللي بالجناش. بس بهدلت الدنيا اصلا. ما تعمليهاش بقى زي، اعملي بقى اي حشوة تانية غير الجناش. تمام، جميلة جدا ما شاء الله. ان شاء الله هتعجبك، وانا متأكدة. لو لسه مشتركتيش في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد، اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. ويا ريت على الفيسبوك تعملوا لي تعليق حلو بقى وشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. وشكرا جدا للي متابعيني واللي هيتابعوني، شكرا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حلا السميد التركي. هجربه، ودي لأول مرة بعمله، وهقول لكم رأيي فيه بكل صراحة. اول حاجة، انا عندي طاسة، صينية، حلة، اي حاجة. هحط ربع كوباية من الزبدة او السمنة واسيحها كويس. وهنزل بكوباية من دي السميد الناعم الفاتح كمان. تمام. طبعا الكوباية اللي هنستخدمها هي دي اللي هنستخدمها في كل المقادير. هنفضل كده نقلب لغاية ما يوصل للون الذهبي الفاتح ده، وبعد كده هحط سكر، كوباية الا ربع سكر. تمام. وهقلب برضو لغاية ما اوصل للون اللي هو الذهبي، لون البسبوسة بتاعنا اللي احنا بنعمله على طول، اللون المتعارف عليه للبسبوسة. تمام. بفضل اقلب كده، وخلي بالي عشان خاطر ما يتحرقش. طبعا لا، هي ممكن تتحرق، فلازم تقليب مستمر، ما وقفش خالص تقليب. تمام. هتلاقي برضو السكر بيتكرمل معاكي، ما تقلقيش من اي حاجة خالص. طبعا بكون بقى في الوقت دوت بغلي مية. هحتاج كوباية وربع من المية المغلية. تمام. لازم تكون مغلية، ما تكونش مية من الحنفية او مية دافية، هي مية مغلية. بحطهم بالتدريج كده عشان خاطر ما البخار ما يطلعش على ايدي واتصاب يعني، فنخلي بالنا. حطينا كوباية وربع من المية المغلية. بقلب كده لغاية ما المية تتبخر خالص. ما بتاخدش وقت خالص التقليب يعني، مش بناخد وقت، هو تقليب كده لغاية هتلاقيه بيتبخر معاكي على طول، ما بياخدش وقت يعني. اول ما اوصل لان المية خلاص كده ما بقاش في مية واتبخرت خلاص، انا بقفل عليها وبشتغل فيها على طول. هي بتهدى على طول برضو، مش بتاخد وقت في انها تهدى يعني. كمان الجو دلوقتي بقى بارد شوية، فمش هتاخد معاكي وقت. هي كده خلاص، حلو جدا. بطفي النار وبشوف بقى احنا هنعمل ايه. انا جبت قالب الانجليش كيك وبطنته كده بالستريتش. وهبدأ ان انا احط الخليط بتاع السميد، وبظبطه بحيث ان يبقى متساوي في القاعدة وفي الجوانب بتاعة الصينية. يعني انا ببطنها تبطينة كويسة، يعني ما تكونش رقيقة قوي وما تكونش سميكة قوي. واحاول على قد ما اقدر ان انا وانا بساوي كده اطلع الزيادات على على الاطراف والجوانب، على جوانب الصينية القالب كده. وبقت بالشكل ده، على يعني مش لازم بيرفكت، بس يعني الى حد ما تحاولي تساوي. انا كنت عاملة كريمة، كانت عبارة عن نص كوباية من الكريم شانتيه ومعلقتين من الباستري، معلقتين كبار الباستري كريم البودر. وضفت لبن بالتدريج، لبن متلج. وكان عندي ربع كوباية من الكريمة اللباني، ضفتها برضو عشان تدي طعم اكتر يعني احسن. وبس كده. وكان عندي قطع مانجا حطيتها برضو، بس هي سايحة حبتين. بس الحشو بقى زي ما انتي عاوزة بقى، ممكن تحطي مربى حليب، ممكن تحطي نوتيلا، ممكن تحطي قشطة، تجيبي علب القشطة مثلا وتحطيها على طول. يعني اي حشوة انتي تفضليها وتحبيها، دي بتاعتك انتي. انا ضفت بقى باقي كمية السميد. الكمية اللي انا عملتها قدامكم دي عملت معايا القالب ده بس. تمام. بحطها بعد كده بغلفها وبسويها كويس كده بايديا، وبعد كده هوت بضيفها بحطها في الفريزر او في التلاجة لو انا لسه بدري يعني على اكلها. لو مستعجلة بحطها في الفريزر ساعة ولا حاجة كده عشان تجمد معايا ويبقى ايه بقت متماسكة حبتين يعني. تمام. انا طلعتها بعد كده وهقلبها زي ما انتوا شايفين، وهي شكلها حلو جدا. والحشو طبعا حلو جدا، انا ما عنديش اي مشكلة في الحشو خالص، بس هي لا يعني البسبوسة بتاعتنا احلى بكتير. ملناش دعوة بالاتراك بقى، ما نعملش حاجة بقى من حاجة الاتراك دي تاني.
واعملوا بقى البسبوسة بتاعتنا عادي جدا. اعملي صينية بسبوسة عادي في البيت، او لو عندك بسبوسة متبقية عندك ممكن تعمليها بنفس الطريقة. تمام. انا بقى برضو ما كدبتش خبر، رحت على طول بقى ايه، عملت صينية البسبوسة بتاعتنا بقى الجبارة، وخليتها هديت شوية وبقت بحرارة الغرفة عادي، او ممكن تحطيها في التلاجة، وطلعتها على طول وعملتها كده في القوالب عملتها في البولات دي كده بنفس الطريقة برضو، بطنتها بالاسترتش، وبدأت ان انا اعمل بطانة من تحت بالبسبوسة، وعملت الحشو اللي انا عاوزاه بقى. انا الاولانية حطيت فيها نوتيلا، هنا حطيت نوتيلا ومكسرات والنوتيلا اللي هي البيضة. انا بستخدم سما جميلة جدا بس، وبعمل بنفس الخطوات هي يعني. تمام. بقفل كده زي ما انتي شايفة كده، وبعد كده بحطها في التلاجة، واول ما بخرجها بسيبها تهدى شوية. انا هنا ايه فتحتها على طول قبل ما تهدى، يعني ما خدتش درجة حرارة الغرفة فمتجمدة شوية. فلو هتاكليها تاكليها بقى لما تهدى بقى خالص، وتبدأ النوتيلا انها تاخد حرارة الغرفة، وتاكليها تبقى تحفة جدا. دي بقى دي كانت جبارة بقى. دي عملتها بنفس الحشو اللي عملت بيه قالب السميد التركي، اللي ملناش دعوه بالاتراك خلاص، ما نعملهاش تاني، احنا نعمل بتاعتنا الجميله دي. كانت جباره بجد، تحفه بجد، عايزه اكله تاني بجد. كانت جميله جدا، والكريمه غنيه جدا. دي بقى دي تحفه، عملتها بالمكسرات والكريمه، جميله جدا ما شاء الله، تحفه. ان شاء الله هتعجبك وجربيها، وما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه على اليوتيوب، وصفه هدير سعد. بصوا دي بقى بمربى الحليب، تحفة. ما تنسينيش بقى بالتعليق الحلو، ومشاركة الفيديو على الفيسبوك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. يا ريت تتابعوني وإن شاء الله مش هتندموا. جميلة جدا، تحفة ما شاء الله. جربيها وإن شاء الله مش هتندمي. بصي بقى دي بقى بالشوكولاتة بيضة والسودا، وحطيت برضو مكسرات معاها، جميلة جدا ما شاء الله. بالهنا والشفا للي هيجربها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، عاملين ايه؟ تعالوا بقى شوفوا الفرخة الجميلة دي باللون التحفة ده، انا عملتها ازاي، والريحة والطعم كانوا بجد تحفة. عندي الفرخة كاملة، مخلية من العظم واتقطعت كده بالشكل ده زي الشيش. تمام. عندي بصلتين وتوم وجنزبيل فريش واتنين طماطم واتنين ليمون هعصرهم في الكبة. هنحتاج عصير الليمون بس، وهنعصرهم كده لغاية ما يبقى ناعم قوي، ونصفيهم عشان احنا محتاجين المية بس. طبعا ممكن نرش رشة من الملح عشان تساعد برضو في ان المية كلها تنزل. تمام. جميلة جدا التتبيلة دي، تحفة بجد، هتجربيها بجد مش هتبطلي تعمليها. معايا بقى علبة من الزبادي، ومعلقتين صويا صوص، ومعلقتين من الزيت، وهنرش بقى رشة من الملح، ومعاها كمان فلفل اسود بالشكل ده كده. طبعا بقى ايه، الملح على حسب الرغبة. نحط كزبرة ناعمة، ونحط برضو بابريكا، ونحط كمان توابل مشاوي من ماجي، تحفة جدا بجد، تدي طعم وريحة تحفة. هنقلب بقى كده ونغطيها وندخلها التلاجة عشان خاطر تتبل كويس، ممكن معاكي من ساعتين لغاية ليلة كاملة. انا سبتها ليلة كاملة. زي ما انتم شايفين شربت من التتبيل ازاي. عندي بقى الشبكة بتاعت الشواية الفحم اللي احنا بنشوي عليها دي. اخدت الشبكة وهحط فيها الفراخ، وهجيب بقى الصينية، احط فحم كمان، هولع فحم وهطفيها كده عشان تاخد من ريحة الفحم، وهدخلها كده الفرن بالصينية بتاعتها. من وقت للتاني بقلبها على الجهة دي شوية وعلى الجهة دي شوية، وعندي يعني بدهنها كل شوية كمان عشان تاخد اللون الحلو ده. اخدت معلقة من التتبيلة ومعاها معلقتين زيت، وبدهن من وقت للتاني عشان تاخد اللون الجميل ده. تحفة جدا بجد، هتعجبك وجربيها وقوليلي رأيك فيها. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش بقى في اللايك والشير على الفيسبوك، واعملي لي اشتراك على اليوتيوب وصفة هدير سعد. وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل احلى طبق كشري، تعالوا اوريكم طريقتي البسيطة انا بعمله ازاي بقى. انا بجيب الطماطم بحطها على النار، معاها بصلاية متوسطة، طبعا كمية الطماطم زي ما تحبي. هسيبهم يتسلقوا على النار كده، وبعد ما يتسلقوا هضربهم في الخلاط.
البصلاية بقى انا بجيبها بالنص كده، بقطعها بالنص وبنزل بقى كده شرايح رفيعة زي ما انتم شايفين على قد ما تقدري، لان هو ده اللي هيخليه يقرمش من غير بقى نشا، من غير دقيق، من غير اي اضافة من الحاجات ديت. طبعا زي ما انتم شايفين رقيقة ازاي وخفيفة جدا. بعد ما اخلص الكمية كلها هحط معلقة من الخل وافكهم من بعض عشان يقرمش معايا بسرعة، لازم يتفك من بعضه. تمام. زيت بقى كتير قوي في الحلة يسخن قوي، وبعدين هنزل بالبصل، وطبعا مع التقليب المستمر مش بسيبه. عندي بقى في الحلة التانية هنا في العدس بسلقه بس مش حاطاله ملح. بعد ما بيتسلق بقى انا طبعا البصل اهو اخد لون اهو، بطلعه وبخليه متهوي، ما بخليهوش مكتوم في حاجة. يعني بفرد مثلا مناديل وبحطه عليها وبسيبه الهوا كده، ما بغطيهوش. تمام. التوم بقى هنا حطيت توم مع زيت بقى، واول ما ريحته طلعت هنزل بالتوابل بتاعة الصلصة، اللي هي فلفل اسود وكزبرة ناعمة وكمون وشمر وتوابل كشري انا بجيبها من العطار، بتبقى جاهزة. في الحلة هنا انا حطيت مية، الحلة بتاعة اللي عملت فيها البصل، حطيت مية عشان المكرونة. طبعا بقى ايه، بقلب الحاجات التوابل دي وبنزل بالطماطم بعد ما عصرتها واسيبها تتسبك براحتها. الملح هحطه لما تتسبك. تمام. هنعمل الرز، حطيت زيت برضو من بتاع البصل، وهحط الشعرية، وعندي كوباية من الرز ومعاها معلقتين من العدس الأصفر، ده بيبقى حلو جدا. غسلتهم وسايبهم على جنب. وادي المكرونة. تمام. هنزل بقى بحتة توم صغيرة على الشعرية زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده اول ما تطلع ريحتها بنزل بالعدس والرز زي ما انا قلت لكم الكمية. تمام. طبعا انت عايزة تضيفي اكتر براحتك. كده ده بقى اتسلق معايا العدس الاسود، اتسلق معايا وحطاه على النار، ورشت له رشة من الملح. وهبدأ ان انا ايه اقلب فيه واضغط عليه من وقت للتاني عشان خاطر يديني اللون اللي هو المجير قوي دوت. عارفين اللي هو بيبقى في محلات الكشري ما بيكونش العدس كده لونه زي ده، بيكون لونه زي كده. بصوا، هو ده اللون اللي انا عاوزة اوصله. بيتعمل بالطريقة دي زي ما انا وريتك. تمام. في الحلة بقى بتاعة المكرونة بعد ما صفتها نزلت بالزيت ومعلقة من الثوم، وهنزل بالمكرونة أول ما ريحة الثوم تطلع. الطريقة دي حلوة جدا وبتبقى طعمها حلو جدا في الكشري، جربيها وهتعجبك. نعمل بقى الدقة بتاعتنا، خل وثوم، وهنضيف مية، المية قد كمية الخل والثوم وليمون. والكمون طبعا بتحطي الكمون لغاية ما توصلي للدرجة اللي انتي ايه بتشوفيها دايما في محلات الكشري. نضيف الملح، وهضيف كمان معلقة من الصلصة اللي احنا عملناها. تمام. نعمل الشطة بقى. عندي زيت برضو من بتاع البصل، وهنزل بمعلقة من الشطة. وطبعا نخلي بالنا اللي عنده حساسية عشان خاطر بتطلع ريحة جامدة جدا. تمام. بحمصها كده على النار، ما بتاخدش وقت، هو اول ما توصل للغليان كده يبقى خلاص. بكون مقطعة طماطم واروح حطها عليها. تمام. وهضيف كمان معلقة من الصلصة عليها، وهضيف معلقتين من الدقة اللي احنا عملناها. وكده تبقى الشطة جاهزة وجميلة جدا. تمام. الطبق بقى انا رصيته بقى بالشكل ده، حطيت المكرونة تحت والرز فوقيه والصلصة والعدس بقى، وجرنشته كده بالشكل ده. طبعا انتي عايزة تحطي طبقات زي ما انتي عاوزة، ممكن تحطي الرز تحت المكرونة تحت، دي عادي في الاخر. جميل جدا ما شاء الله، وبالهنا والشفا، ويا رب يكون عجبكم. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد، وتعليق حلو، واعملوا مشاركة للفيديو على الفيسبوك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كفتة الفراخ جميلة جدا، مش مكلفة وسهلة وبسيطة جدا، وبجد يعني بترمي معاكي كمية كويسة تنفع معاكي لأي حاجة. انا عندي صدر فرخة وورك الفرخة، يعني نص الفرخة اخدته وخليته من العظم، حوالي نص كيلو كمان، يعني الفرخة مش كبيرة. ومعايا دهون اللي هي اللية، اخدت معلقتين. ومعايا كمان بصلاية متوسطة، وتوم مفروم حوالي معلقة، وبقدونس اخضر. تمام. عندي كمان كوباية من البرغل.
البرغل بتاعنا نضيف، نوع نضيف، انا بستخدم نوع نضيف. هاخده هغسله وهنقعه، وبعد كده هصفيه خالص من المية عشان طبعا المية مش عاوزينها معانا. تمام. هبدأ بقى ان انا اقطع الفراخ بتاعتنا كده عشان نحطها في الكبة، طبعا عشان تتفرم كويس يعني. يعني هحط الفراخ مع الدهون الاتنين مع بعض وهفرمهم مع بعض. تمام. دي اول خطوة، طبعا بفرمه ناعم خالص. وبعد كده بحط البرغل بعد ما صفيناه، وهحط معاه الثوم والبقدونس والبصل، يعني كل الحاجات اللي بقت معانا هفرمها لوحدها كمان. تمام. طبعا انا بوريكم انها تفرم ناعم كده بالشكل ده، وان هفرم بقى البرغل مع الخضار اللي انا حطيته، وهقلبهم بقى كده في الاخر مع بعض بعد الفرم. خليهم يمتزجوا كويس مع بعض. طبعا بيبقى فيه خيوط كده في الورك، اللي هي العروق بتاعه الورك دي، لو انتي شفتيها ومش بتحبيها زي شيليها، لا مش بتفرق معاكي الموضوع ده، خلاص عادي جدا. هحط التوابل بتاعتنا. انا حطيت كزبرة ناعمة، فلفل اسود، ملح، 7 بهارات، وتوم باودر، وبصل باودر، وجنزبيل باودر، وقرفة. وهحط كمان نص معلقة من البيكنج باودر. دي كل التوابل اللي احنا حطيناها، كزبرة ناعمة وفلفل اسود وملح طبعا على حسب الرغبة، 7 بهارات، توم باودر وبصل باودر، جنزبيل وقرفة، ونص معلقة من البيكنج باودر. انا ممكن احط كمان مرقة اللي هي الفورية، ماجي او كنور او ايا كان اللي بتفضليه، بس تظبطي طبعا الملح عشان ما يبقاش المالح قوي يعني. تمام. انا جبت كيس وحطيت فيه زيت ودهنت الزيت كده جواه، يعني غلفته كويس بالزيت من جوه عشان خاطر يبقى سهل معايا في ان انزل الكفتة من غير ما تضايقني او تلزق كمان في الكيس، فده بيسهل عليا المهمة ديت يعني. ممكن لو مش عايزة اعمل كده ممكن استخدم ايديا عادي، يعني زي ما بنعمل كفتة الرز، بندهن ايدينا كده زيت بسيط جدا، ونبدأ ان احنا نصبع الكفتة عادي جدا. طبعا معاكي الطريقة دي والطريقة دي، وبراحتك جدا اللي تفضليه. انا هخلص الكمية كلها واحطهم شوية كمان في الفريزر، يعني حوالي 10 دقايق ربع ساعة، تمسك نفسها بس شوية كده، عشان خاطر يبقى سهل عليا ان انا اعمل لها الكفر بتاعها واغلفها كويس. تمام. عندي بقى الكفر عبارة عن كورن فليكس انا طحنته، وحطيت عليه معلقتين من النشا ومعلقة من الدقيق، واقلبهم مع بعض، واحط كمان كمون وفلفل اسود. طبعا انا ممكن كمان الكفتة بتاعتي دي اخزنها في الفريزر قبل التغليف وممكن بعد التغليف، يعني شوفي انتي بتحبي ايه بقى وهتفضلي ايه. عندي بضاية بقى وفلفل اسود عليها وضربتهم مع بعض، ونبدأ ان احنا نغلف بقى الكفتة، نحطها في البيض وبعد كده نرجع نحطها في الكورن فليكس. ممكن استخدم بقسماط ناعم بدل الكورن فليكس، ممكن خلطة كنتاكي، عندك حاجات كتير وبدايل كتير تقدري تعملي كفر بيها. بس نعمل الكمية كلها بقى كده ونبدرها كويس كده كويس بالطريقة دي، بحيث انها تبقى متغلفة من جميع الجهات، ونحطها بعد كده تاني في الفريزر عشان خاطر تمسك نفسها شوية، حوالي يعني ربع ساعة كده ولا حاجة. يبقى في الاول حطيناها ربع ساعة بعد ما صبعناها، وبعد ما غلفناها نحطها ربع ساعة كمان عشان تبقى ماسكة نفسها معايا وانا بحطها في الزيت. طيب انا بقى لو مش عاوزة استخدم البيض في الكفر، ممكن استخدم المية، ابل ايديا كده واحط في الكورن فليكس على طول، يعني ببلها كده بسيط جدا بايديا. عندي بقى الزيت يكون سخن، والنار تكون بس متوسطة او هادية لما احط الكفتة، وبسويها زي بسوي الناجتس بالظبط يعني. تمام. ما بتاخدش وقت معايا خالص، هي بس ايه يعني يعني تاخد وش من تحت، وتاخد وش كمان تاني من الناحية التانية، واطلعها على شبكة، ما بطلعهاش على طبق على طول، شبكة او مصفى. يعني عايزة اصفيها خالص من الزيت، فلو حطيتهم فوق بعض الزيت هينزل على الكمية اللي تحتها، فهتطرى معايا مش هتبقى مقرمشة، فلازم تبقى على مصفى كده زي ما انتوا شفتوا. تمام. هخلص الكمية كلها وبعدين اقدمها عادي في طبق، وطبعا تنفع معاكي بقى في اي حاجة زي ما احنا قلنا، سندوتشات او غدا سريع، وطبعا مش مكلف. تنفع بقى تخزنيها لأي وقت بقى تحبي تطلعيها. والكفر زي ما قلتلك ممكن بالبقسماط، مش لازم كورن فليكس، فبدايل كتير تقدري تعمليها بتبقى حلوة جدا،
ما شاء الله جميلة وبترمي معاكي. والولاد بيحبوا التغيير عموما، وهي عجبت الولاد جدا. وما شاء الله يعني كفت معانا الغدا وقعدت معانا لتاني يوم كمان. ويا رب تكون الوصفة النهاردة سهلة وبسيطة وعجبتكم. ويا ريت بقى متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. ولو على الفيسبوك يا ريت تعملوا شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. وما تنسونيش بقى في لايك وكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكيك اليومي، كيكة الشاي، كيكة امهاتنا اللي اتربينا عليها. جميلة جدا ما شاء الله، حلوة جدا للولاد في اللانش بوكس، حلوة للفطار. هقولك كل تكاتها واسرارها عشان تطلع معاكي هشة وفاتحة باللون الحلو ده. تابعيني واعملي لايك للفيديو وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وتابعيني على اليوتيوب وصفة هدير سعد. تمام. اول حاجه انا عندي 3 كوبايات من الدقيق، بكون نخلاهم كويس جدا، يكون دقيق فاخر او دقيق كيك. ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، تكون هرميه او كيس بيكنج باودر. تمام. معلقه كبيره من النشا. بنخل كل المكونات زي ما اتفقنا. معايا رشه من الملح. كل المكونات بدرجه حراره الغرفه. بكون مشغله الفرن بتاعنا على درجه حراره 180 من قبل ما ابدا. بقلب كل المكونات دي واسيبها على جنب. تمام. عندي بقى في الخلاط هحط 3 بيضات، يكون بدرجة حرارة الغرفة، ويكون اللي هو الأبيض مش الأحمر. تمام. معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة أو البودرة زي ما تحبي. بضربهم مع بعض، بعد كده مع كوباية ونص من السكر بضربهم كويس لغاية ما يبقى القوام فاتح قوي. وبعد كده بنزل بعصير ليمونة وكوباية الا ربع من الزيت، يكون لونه فاتح، عباد او ذرة زي ما تحبي، بس المهم يكون فاتح. بضربهم برضو تاني، وبعد كده بنزل بكوباية لبن واضرب تاني. في كل مرة بضرب عشان لازم يكون الخليط فاتح في كل مرة. تمام. اوصل للقوام الفاتح. بنزل بقى على المكونات بتاعتنا دي بقى بالتدريج. مش بحط المكونات كلها عشان ما يكلكعش مني، بس مش اكتر. بقى هيبقى معايا في الاخر قوام تقيل بالشكل ده. هنزل بعد كده بنص كوباية من اللبن بالتدريج برضو، عشان طبعا بيفرق من دقيق لدقيق. تمام. حطيته في الاخر ليه برضو نص كوباية عشان برضو تدي لون فاتح للكيك بتاعنا. ما حطيتهاش كلها في الاول عشان خاطر كده. تمام. هي بالظبط المقدار هو كوباية ونص، بس احنا بنحطنا نص كوباية بالتدريج كده في الاخر عشان خاطر بتختلف من دقيق لدقيق، وكمان عشان خاطر تدي قوام فاتح كده بالشكل ده. تمام. خلصت كده الكوباية ونص. درجة حرارة الفرن على 180 رف اوسط. طب كمان يا جماعة ما ننساش، بتاخد حوالي نص ساعة هي على فكرة. تمام. بقى كده بالشكل ده. عندي بقى الصينية بتاعتي مقاس 26 24 28، هي بتفرق معاكي بس في ارتفاع الكيك. انا الصينية بتاعتي دي مقاس 26. حطيت كمان معلقة من الخل. طبعا انا بدرت الصينية بتاعتي بالدقيق، زيت وبعد كده دقيق. ومعلقة الخل دي بتساعد كمان يا جماعة في ان الكيك يبقى فاتح ويبقى هش وجميل جدا. بخرج الهوا كده زي ما انتوا شايفين، واحطها في الفرن لمدة نص ساعة. ما بفتحش عليها غير ما ممكن، بس عايزة اطمن عليها، ممكن يكون بعد ما تطلع ريحتها في البيت. تمام. بتاخد نص ساعة وممكن 5 دقايق كمان. بختبرها بخلة شيش طاووق. بلاقيها تمام، بأطفي عليها الفرن خالص واسيبها جوه الفرن لمدة 10 دقايق، والباب بتاع الفرن موارب. بعد كده بطلعها واخرجها من الصينية بتاعتها، وبتبقى كده جميلة جدا ما شاء الله، حلوة جدا. طبعا انا قلت لكم كل الاسرار. اول حاجة لازم يكون كل حاجة بدرجة حرارة الغرفة. بنخل الدقيق كذا مرة. لازم الزيت يكون نوع نظيف ويكون فاتح جدا، عباد او ذرة بيبقى حلو قوي. السكر لازم حبيباته تكون فاتحة. وكمان لازم كل مرة بحط حاجة في الخلاط بضرب لغاية ما اوصل لقوام فاتح. ما ننساش معلقة الخل ومعلقة النشا وعصير الليمونة اللي احنا صفيناها. جميلة جدا. يا رب تكون عجبتكم الوصفة النهاردة. دي وصفة حماتي، ربنا يخليها لينا يا رب ويشفيها ويعفو عنها يا رب، اللهم امين. ادعوا لها كتير. طبعا انا بس زودت بس كده النشا الخل الليمونة كده. يا ريت تكون عجبتكم الوصفة، وبالهنا والشفا، والسلام عليكم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حليب المحلى المكثف.
بطريقة سهلة وبسيطة جدا وأوفر وبكتير جدا من الجاهز. العلبة بتبقى بمبلغ ومش بتكفي أي حاجة من الوصفات. عندي بقى كوباية من السكر البودرة وكوباية من اللبن البودرة ونص كوباية من المياه المغلية. طبعا الكوباية اللي بستخدمها لكل المكونات. ومعايا معلقة من الزبدة. تمام. وبضرب كل الكلام ده في الخلاط او الهاند بلندر لغاية اما كل المكونات تتجانس مع بعضها وما يبقاش فيه اي حاجة ما اختلطتش. تمام. ولو في اي كتل برضو لازم اتأكد من ده كله. ما شاء الله جميل جدا وبينفع في وصفات كتير بطريقة سهلة وبسيطة وموفرة جدا. بصوا القوام عامل ازاي، بيبقى خفيف قوي. ممكن تقولي ان هو مثلا ان هو كده وحش او كده ما نجحش معايا الوصفة. بس انتي سيبيه في التلاجة شوية، ساعتين كده ولا حاجة، وطلعيه وشوفيه. انا حطيته الصراحة في الفريزر وطلعته بقى بالشكل ده. حطيته في الفريزر بس يعني نص ساعة وبقى كده ما شاء الله. احتفظ بيه بقى في الفريزر بقى لوقت طويل، مش هيجراله اي حاجة. هينفع معاكي في اي وقت تحتاجيه فيه. وبالهنا والشفا، وان شاء الله اعمل لكم وصفة وتعجبكم بيه. والسلام عليكم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الكبدة بالردة، ان شاء الله تعجبكم. انا عصرت ليمون كتير وحطيت بقى معلقة من الثوم ورشة من الملح وفلفل اسود، وحطيت كمان كمون وكزبرة، وكمان هحط بابريكا وتوم باودر وبصل باودر. دي التوابل الأساسية اللي بنعمل بيها الكبدة بالردة. ودي بصراحة كده حلو جدا. ممكن بس ان انا استبدل التوم البودرة بالتوم الفريش بس، وممكن احط الاتنين زي ما انا عملت. ممكن ايه حاجة واحدة بس يعني. هتبل بقى الكبدة كده واسيبها في التتبيلة شوية ونعمل المكرونة بالصلصة. حطيت بقى الحلة وحطيت زيت، والبصل مقطعه صغير قوي او ممكن تبشريه براحتك جدا. وحطيت ملح وفلفل اسود وهسيبها لغايه ما تاخد لون ذهبي. وهنا الحله حطيت فيها ميه مغليه، الميه المغليه يعني، وملح. وحطيت المكرونه عشان تتسلق، مش بحط زيت، بحبش احط زيت. وبعد كده انا بنزل بالثوم المفروم اول ما الاقي اللون بتاع البصل لون ذهبي. وبعد كده اول ما تطلع ريحته بحط بقى ايه عصير الطماطم. بحط كمان بقى التوابل عليها برضو. التوابل اللي انا بحطها على المكرونه عباره عن ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، وكمان معلقه من الصلصه. وممكن احط بابريكا لو انتي عايزه تحطي حطي. انا اكتفيت بس باللي انا حطيته ده بس. هسيبها بقى كده تتسبك، وزي ما قلت لكم المكرونه 3/4 سوا، وهطلعها احطها في الصلصه على طول بعد ما تتسبك. عندي الردة حطيت معاها معلقة من الدقيق ومعلقة من النشا وكزبرة وكمون وفلفل اسود، وهقلبهم مع بعض بقى كده. وده بقى اللي هنبدر بيه الكبدة. بطلع الكبدة كده وببدرها وبنفضها لما اجي بحطها على الزيت. بحطها في الزيت يعني يعني بنفض منها كل الزيادة عشان ما يتحرقش بس في الزيت. الزيت بتاعي لازم يكون سخن قوي. وبحط الكبدة ما بحطش كميات كتير عشان خاطر الزيت ما يفصلش معايا ويبرد يعني شوية. احنا عاوزينه سخن ويفضل محتفظ بدرجة الحرارة بتاعته. اول ما بياخد لون من تحت بقلب الناحية التانية، وهي متاخدش وقت خالص. اللي انتوا عارفين كويس ان الكبدة يعني مش بتاخد وقت في السوا خالص. بعد كده انا بطلعها على شبكة وبفرد كل واحدة جنب التانية، ما بحطش على بعض عشان خاطر الزيت ما ينزلش على الكمية اللي تحتها يعني. اول ما بتصفي الزيت بقدمها بقى كده مع طحينة بقى ومكرونة بتاعتنا اللي احنا عملناها. ما شاء الله الكبدة جميلة جدا والتتبيلة كانت مظبوطة. يا رب تجربوها وتعجبكم، وانا متأكدة ان شاء الله هتعجبكم. هي بسيطة جدا وسهلة. والمكرونة بتاعتنا دي جميلة جدا وسهلة وبسيطة، ويا رب تعجبكم. وشكرا جدا، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب. وصفة هدير سعد. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل بقى وصفة حلوة جدا للوراك او الفراخ عموما.
جميلة جدا. انا عندي حوالي نص كيلو من البصل، متقطع بقى شرايح بالطول. عايزة تقطعيه اي تقطيعة اللي انتي تحبيها وتفضليها براحتك جدا. وعصرت عليه ليمونة كاملة، وعندي توابل 3 معالق من السماق، وملح وفلفل اسود وجنزبيل وقرفة، وسبع بهارات. التوابل اللي تفضليها حطيها، مش هتفرق كتير. بس هو اهم حاجة عندنا هو السماق وزيت الزيتون اللي هنضيفه شوية كده. تمام. لو لسه مشتركتيش في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد، اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. وعلى الفيسبوك يا ريت شيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. بعد ما قلبت بقى البصل مع التوابل كويس، وخليت البصل كله واخد من التتبيلة كويس، هحط بقى حوالي نص كوباية من الزيت الزيتون. تمام. هو اهم حاجة زي ما قلتلك زيت الزيتون والسماق. وهنقلب بقى كده، وبعد كده هحط الوراك او الفرخة كاملة براحتك جدا، اي قطعة من الفراخ براحتك. الوصفة بتاعتنا النهاردة دي زي وصفة المسخن. بعمل كده بقى التوابل مع الوراك زي ما انتي شايفة، من جوه وبره وما بين الجلد. يعني بتبلها كويس وبخلي خليها يعني تتغلغل في في التتبيلة. هو المفروض ان المسخن بيتعمل التوابل كلها مع بعضها ومعاها زيت الزيتون، وبنقلبهم مع بعض، وبعد كده بنتبل بيها الفرخة او الوراك، ونسيبها في التلاجة ما بين ساعتين او ليلة كاملة. تمام. بس انا عشان خاطر كنت مستعجلة فحطيت التوابل على البصل وقلبتهم في الوراك وحطيتها في الفرن، واخدت معايا حوالي ساعة الا ربع. طلعت كده ما شاء الله جميلة جدا. والصوص بتاعها والبصل كانوا يعني تحفة. عندك بقى بالعيش تاكليه، ممكن برز براحتك. انا عملت رز جنبها. جميل جدا، جربيها وان شاء الله هتعجبك. لو لسه مشتركتيش في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد، اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. وبالهنا والشفا. يا ريت على الفيسبوك تشيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ستريبس جميل جدا ومقرمش والولاد بيحبوه جدا. عندي بقى صدر فرخة كده، ورحت مقطعاه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين صوابع، وبحاول اخليهم قد بعض عشان يبقى الشكل كده مناسب. عندي بقى معلقة كبيرة من النشا، و2 معلقة كبيرة من الدقيق، وعندي نص معلقة من الكاري،
زيها توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود. هقلبهم بقى مع بعض بعد كده لغاية ما يختلطوا كده مع بعض كويس. وهجيب بقى مية وهعجنهم بقى كده، احاول اخلي القوام سايل الى حد ما وفي نفس الوقت مش سايل قوي. يعني مثلا ممكن يكون اخف من الكيك شوية. هنشوف دلوقتي مع بعض. بصوا هعمل كده اخف من الكيك شوية. ونتبل بقى الفراخ بتاعتنا بقى كده، الصوابع بتاعة الستريبس هنتبلها كويس. وممكن بقى نبدأ نشتغل فيها بعد ساعتين. انا سبتها ليلة كاملة عشان تبقى طعمها احسن. يعني ده كورن فليكس بقى، انا جايباه من العطار وطحنته طحنة كده على السريع يعني، بس ما تفتتش قوي. ومعايا برضو بقسماط ناعم وفلفل اسود وملح. ممكن تحطي اي توابل انت تحبيها. انا كمان حطيت كمون، بحب ريحة الكمون في البانيه عموما يعني، او الستريبس اي حاجة زي كده. يعني بحطها دايما مع البقسماط، بتبقى ريحتها حلوة وبتدي طعم كمان حلو، رشة خفيفة يعني. هعمله بقى كده زي ما انتوا شايفين. هغلفه كده كويس، وبعد ما اخلص الكمية كلها هحطه في التلاجة يمسك شوية. هو هبدأ بقى ان انا اطلعه واشتغل فيه بعد كده. زيت بقى يكون سخن كويس والنار تكون متوسطة عشان خاطر يستوي يبقى تمام، يعني ما يبقاش فيه اي حاجة مش مستوية بالشكل ده. وطبعا ما بقلبهوش غير لما بيكون اخد لون من تحت، بقلبه على طول وبطلعه على مصفى او شبكة اللي هي زي بتاعت الشواية كده، عشان يصفي الزيت كله اللي فيه، عشان خاطر الورق ما بيخلوش يتصفى، بيشرب الزيت تاني. وكده دي طريقة احسن عشان يفضل مقرمش معاكي. ما شاء الله كانت الطريقة طريقة الاستريبس دي كانت سهلة وبسيطة وطعمها تحفة جدا. لو عجبتك الطريقة ما تنسنيش في اللايك والتعليق الحلو والاشتراك في القناة. لو لسه ما اشتركتيش اعملي اشتراك واضغطي الكل عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. ولو على الفيسبوك اعملي مشاركة للفيديو. وشكرا والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا بقى كنافة الفيرو روشيه. تعالوا شوفوا بقى انا عملتها ازاي. انا عندي كنافة كانت في الفريزر فطلعتها فتتها بالشكل ده. و هم حوالي 400 جرام او اقل شوية، يعني مش فاكرة قوي لانها كانت عندي فمش فاكرة كانت قد ايه. المهم يعني ايا كان الكمية عندك انت استخدمي السمنة على حسب بقى الكمية اللي موجودة عندك. اهم حاجة تكون متغلفة كويس بالسمنة. الكمية اللي معايا اخدت كوباية الا ربع من السمنة. فانت بقى هتحطي سمنة على حسب الكمية اللي موجودة عندك. المهم انها تتغلف كويس بالسمنة. تمام. بفضل اقلبها واحط سمنة لغاية ما اتأكد انها اتغلفت، عشان لازم تتغلف لان احنا هنحطها على النار. زي ما انتوا شايفين حطيتها على النار وهفضل اقلب فيها. فلما تكون متغلفة وافضل اقلب فيها فهتبقى لونها حلو كلها موحد وبتبقى جميلة جدا. الطريقة دي حلوة جدا عن اللي هي في الفرن، اللي بتتحط في الفرن وتتحمر في الفرن. بتبقى جميلة جدا ومقرمشة، بتبقى حلوة جدا بجد. انا بفضلها جدا، بس لما بكون مستعجلة بروح حاطة في الفرن الصراحة يعني. بقت بالشكل ده واللون ده. على طول بطلعها من على النار وبنزل عليها بحوالي ربع كوباية او تلت كوباية من العسل النحل او شربات الكنافة. ده شربات كنافة على فكرة مش عسل. انا بعرفكم بدايل، وممكن نحط حليب محلى مكثف. المهم ان انا بحط لغاية ما بوصل ان الاقيها اتغلفت كويس برضو بالشربات او بالبدايل زي ما قلت لكم. تمام. بتبقى كده. شايفين طبعا عاملة ازاي؟ بيبقى العسل فيها كتير شوية، يعني مش كتير قوي، هو كده ده اللي احنا عاوزينه، بحيث ان انا لما اجي امسك الكنافة اضغطها في كوباية او في صينية او في اي حاجة تضغط معايا، ما تبقاش مفتفتة. تمام. عندي قالب التارت او صينية التارت.
اللي هي بتتفتح، او اي شكل، اي كوباية، اي بولة اللي تحبيه. مش لازم يعني الصينية دي. انا حطيت الاسترتش ومعرفش انا حطيته ليه، بس انا حطيته. عامة انتي بتحطي الكنافة على طول كده بالشكل دوت. احنا هنفردها كويس على الصينية في الأرضية وعلى حواف الصينية. طبعا بنرفعها الحواف لفوق وما بتبقاش كلها طبقة واحدة متساوية، لا احنا بنخلي الحواف كأننا بنعمل تارت عادي جدا. الحواف بتبقى يعني ناخد شكل التارت، الحواف بتبقى مرفوعة والأرضية بتبقى يعني نحاول برضو نخلي السمك والارتفاع بتاع الأرضية ميبقاش كبير قوي، يعني تكون مظبوطة. هوريكم في الآخر هيبقى عامل ازاي. تمام، ياريت بقى متنسونيش في لايك وتعليق حلو منكم، واللي مشتركش في قناتي يشترك بقى ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد انا بعمله. تمام، بصوا بقى بقت كده. انا بوريكم بقى الاطراف بتاعتها عاملة ازاي. انا اخدت شكل الطرت. طبعا انا استخدمت قالب الطرت او صينية الطرت عموما عشان خاطر تديني الشكل المتعارف عليه في المحلات، بتبقى جميلة جدا. بعد كده انا عندي بقى نوتيلا او بديل النوتيلا. دول حوالي 4 معالق من النوتيلا، هي كانت في الفريزر مجمدة قوي كده زي ما انتوا شايفين. فانا هحط عليها معلقتين من الزيت لغاية ما اوصل للقوام دوت. هقلب فيها كتير لغاية ما اوصل للقوام ده، ولو احتاجت معلقة زيت كمان ممكن نحط عادي جدا. ده انا بقول اللي بيحطها في الفريزر زي انا بحتفظ بيها في الفريزر عموما. انا بعمل طبقة كده على الكنافة، بمسح بس على الكنافة مش اكتر. مش عايزة طبقة عالية او مثلا دي طبقة من الطبقات اللي احنا هنحطها، لا. انا بغلف كده بس تغليف بسيط، مسحة بسيطة، لان احنا ما حطيناش نوتيلا كتير زي ما انتوا شفتوا. تمام، بقت بالشكل ده. وعملت الاطراف كمان زي ما انتوا شفتوا بالنوتيلا. ممكن ما تعمليهاش، بس انا حبيت اخليها ليها طعم شوية كمان من الشوكولاتة. عندي بندق بقى، ده بندق محمص ومكسراه بالشكل ده زي ما انتوا شفتوا. والنوتيلا دول حوالي 3 معالق. عملتهم بنفس الطريقة بالزيت عشان اوصل للقوام ده زي ما انتوا شايفين. وعندي الويفر دول 4 ويفر لمبادة او اي نوع عادي تحبوه، ده المتعارف عليه. فانا جبت ويفر لمبادة. هكسره بقى لقطع، وبعد كده هوت هفتته. انا عايزاه متفتت، مش عايزاه قطع زي ما انتوا زي ما انا بعمل كده. يعني ايه عايزاه متفتت عن كده، فهوريكم انا فتته ازاي. كده بقى كده بالشكل ده، ان انا كسرته عن التكسير اللي انتوا شفتوني بكسره. هحط عليه البندق. تمام، على فكرة بندق مش كتير على فكرة، يعني دول حبة صغيرين جدا. تمام، مش بتكلف قوي يعني، بس بالنسبة لتكلفة برا لا، هي دي اوفر بكتير جدا. حطيت بقى النوتيلا، هحط حبة في حبة عشان خاطر ابقى مالكة الدنيا شوية. تمام، هقلب بقى كده. انا عاوزة بس انها تبقى متغلفة كويس بالنوتيلا. الويفر ما يبقاش ظاهر قوي. تمام كده، انا عاوزة شوية كمان من النوتيلا، فهحط كمان معلقة او يعني كده. جميلة جدا بجد، واوفر من بتاعة المحلات بكتير جدا، لانها غالية جدا في المحلات. اعمليها بقى في البيت احسن واوفر بكتير وانضف بكتير. انتي ممكن تعمليها وتوديها بقى لو رايحة زيارة لأي حد، تاخديها بقى في ايدك كده، حاجة كده تشرفك. تمام، بضغط بقى كل ده بقى كمان زي ما ضغطت الكنافة. هضغط برضو الويفر بتاعنا ده، هضغطه كويس بحيث ان تبقى مفيش اي فراغات على قد ما اقدر، وكمان تبقى كلها في مستوى واحد سوا واحد، ما يبقاش في مكان اعلى من مكان. تمام، بفضل بقى كده زي ما انتوا شايفين.
يا ريت بقى ما تنسونيش في لايك وتعليق حلو منكم عشان اكمل، واللي مشتركش في قناتي يعمل اشتراك ويدوس الكل عشان يوصل له كل جديد انا بعمله. وما تنسونيش بقى في الشير برضو، ولو بتتابعوني على تيك توك اعملوا الاكسبلور، بيفرحني جدا ان حد يعمل لي اكسبلور. انا كنت بقى خلاص اكتفيت كده، خلاص مش هعمل حاجه، وبعدين رجعت كده قلت بقى ايه، طب ما انا احط بديل النوتيلا اللي هي البيضه، اللي هي سما، برضو انا بستخدم سما بتبقى جميله جدا. فعملت طبقه من الشوكولاته البيضه، ممكن ما تستغني خلاص انتي اخرك طبقه الويفر وكده خلصتي. الباقي ده كل ده دي حاجه زياده يعني انا حطاها، هي بتبقى اخر حاجه هي طبقه الويفر كده. انا بقى حطيت الشوكولاته البيضه، كنت ناويه اعمل خطوط ورجعت في كلامي عملتها مسحه كده عشان تدي شكل لما اعمل خطوط بالشوكولاته اللي هي النوتيلا البني. ماشي، وكان عندي باقي كنافه من اللي احنا عملناها، هعمل كده شكل بسيط منها، يعني شكل يعني تدي شكل مختلف شويه. تمام، مش قادره اقول لكم كانت جميله ازاي وقريبه جدا من طعم الفريرو روشيه، هتتبسطوا جدا من طعمها. بصوا بقى كده، ده شكل كده يعني، ما علينا ان هو شكل ملخبط شوية بس كويس ومقبول. عندي بقى الفيريرو روشيه بقى، قلت بقى ازين بيها كده تدي تاتش كمان، حطيت واحدة. وكان عندي اتبقى بندق برضو من اللي انا حمصته حطيته بالشكل ده. وكده قدميها بقى، بتبقى جميلة جدا. ما تحطيهاش في التلاجة، خليها برا التلاجة عشان الكنافة معروف انها بتبات بتبقى طعمها احلى. هي الصراحة ما باتتش يعني هي كانت جميلة جدا واتاكلت على طول. بالهنا والشفا طبعا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وبالهنا على قلبكم. مش عارفة اقول لكم ايه تاني، بس بجد كانت تحفة بجد، جربوها مش هتندموا. كفاية انها من صنع ايديكي، هتتبسطي جدا من النتيجة بجد، جميلة جدا. متحطيهاش في التلاجة زي ما قلتلك عشان هي بتنشف كده، لو اتحطت في التلاجة هتمسك جامد وهتنشف، خليها برا التلاجة. تمام، بس وكده احنا خلصنا الفيديو بقى كده بتاعنا النهاردة. هوريكم بس احنا وبنطلعها ونقدمها. انا خرجتها من الصينية. تمام، بخرجها بقى كده وبعدين هبدأ ان انا ايه اقطعها كده. هي على فكرة ما اتحطتش في التلاجة عشان كده الشوكولاتة بتاعتها سايحة شوية، بتبقى حلوة وهي كده، متحطيهاش في التلاجة. بقت جميلة جدا ما شاء الله، كانت تحفة قوي وطعمها تحفة، هتعجبك انا متأكدة. ياريت بقى متنسينيش في لايك وتعليق حلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.